تأهل منتخبنا لكأس العالم، شايف دي خلاص البداية الصحيحة ولا احنا مازال قدامنا تحديات كبيرة؟ هو أنا أتمنى إن منتخب مصر يوصل في كأس العالم ياخد كأس العالم، مش هقول إنه يوصل لأدوار عالية أو كده، لا ياخد كأس العالم. بس في مشكلة في الكرة المصرية وفي الإدارة الفنية في الكرة المصرية مش متخطط لها صح. وإحنا عندنا أبسط مثال منتخب المغرب. منتخب المغرب برضو عمل استعدادات كويسة بالنسبة للناشئين وبالنسبة للمنتخب الأول، وقدم مستويات كبيرة جدا في كأس العالم اللي فات، وكمان الكأس العالم الحالي بتاع الشباب وصل للنهائي. فالتخطيط للكورة غير ان احنا مثلا ناخد اي حد كان لاعب سابق او ايا كان دوره كان في الكرة المصرية ونقول هو ده المدير الفني لمنتخب مصر، سواء على صعيد الشباب او على المستوى الاول للفريق. فانا اتمنى ان احنا نكون عندنا دراسة للفترة اللي جاية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، علشان خاطر منتخب مصر يرجع تاني يفوز بكأس الأمم الأفريقية، ويرجع تاني لمكانة منتخب مصر اللي كان متعود عليها. منتخب مصر صاحب أكبر عدد بطولات أفريقيا 7 بطولات، بيليه منتخب الكاميرون. فمنتخب مصر من 2010 لحد 2025 اللي احنا داخلين فيها او الأخيرة اللي كانت في الكاميرون ما أخدش بطولات، وكانت بطولة أفريقيا بالنسبة لمنتخب مصر هي البطولة المفضلة. فأنا أتمنى يكون في تخطيط الفترة اللي جاية علشان خاطر ترجع مكانة الكرة المصرية ومنتخب مصر يفوز أفريقيا إن شاء الله. طب احنا النتائج اللي احنا حققناها كمنتخب ما شاء الله كويسة، لكن حضرتك كناقد فني أو رياضي بتشوف إن الأداء لسه عليه شوية ملاحظات؟ أكيد طبعا. احنا عندنا احسن جناح شمال في العالم عمر مرموش بيلعب في مانشستر سيتي. عندنا محمد صلاح بقاله كام سنة بينافس على افضل لاعب في العالم، افضل جناح برضه في العالم، لاعب ليفربول. عندنا مصطفى محمد من افضل مهاجمين العالم. عندنا لعيبة كويسة في خط النص وفي خط الدفاع وفي حراسة المرمى، طبعا حدث ولا حرج. المفروض ان احنا كنا بنلاعب منتخبات يعني معلش هي مش ملهاش في الكوره، ملهاش اساس في الكوره زي منتخب مصر. المفروض ان احنا كنا نطلع بنتائج افضل من كده كاداء وكنتيجه. انما اللي كان بيحصل ان احنا كنا بنكون حاطين ايدينا على قلبنا، مش عاجبنا الاداء بتاع المنتخب، مش بنشوف فنيات، مش بنشوف تكتيك، مش شايفين هويه للكره المصريه في الملعب. يعني احنا بنتفرج على منتخب مصر، اللي بيحلل الكوره مش عارف منتخب مصر بيلعب باسلوب ايه، لا اسلوب دفاعي ولا هجوم مرتد ولا استحواذ على الكوره. بنكسب باداء وامكانيات اللاعيبه والنجوم اللي موجوده في منتخب مصر.